السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حناخدكم جولة في فرن الطينة بالقرب من خيامنا. حبيت أصور لكم أجواء الخبز، لأنه بصراحة إحنا بنخبز عندهم. بعدين يا فضل، بنخبز عندهم وبنعاني من الحطب لأنه أسعاره غالية، وكمان لما كنا نروح ندور على حطب نعاني من الإشي، فهم وفروا علينا الحطب. وعندهم بخبز يعني صواني، حلويات، مخبوزات، فرن عادي. هاي برضو شايفين كيف المعاناة. فهم أسعارهم مناسبة يعني للجميع. هم هاي حطوا أول صينية بس كأنه تحمير هذا يعني. هيها في الفرن، أقرب لكم الصورة. وهي كمان ممكن يعملوا شاي عليه أو يسخنوا مية أو حتى يعملوا طبيخ على الفوهة اللي هنا. هو الفرن صاحب محمد الأغا، قريب من الأبراج. حمد هو عملوه وعن جد يعني أنا خبزت عندهم بصراحة. عملت كيكة وخبز طلعت عن جد الكيكة بصراحة تحفة يعني، زي ما تقولوا مش فيش فيها ولا حرق ولا شيء، يعني زي المخابز بالضبط. أنا بصراحة يعني جربتها بنفسي بدون مبالغة، يعني ما شاء الله عليه. وأسعارهم مناسبة يعني للجميع، وبتساعد الخيم اللي حواليهم، لأنه كنا نروح بعيد لما نخبز، وأحيانا على النار تطفي معنا كذا مرة، فقلنا خلاص بنوفر وبنيجي على الفرن وهو قريب منا. هي يعني بخبزوا كل شيء، حلويات، مخبوزات، معجنات. هاي شايفين ايش ما بدكم، هو بجهز لكم اياه. هذا الشرع اندومي يا جماعة، 2 شيكل بس. كان هذا ب10 شيكل يجيبوه زمان. هيك هو بده ياكلوا حاف، ديروا بالك. انا عارف حتنصحوه ما ياكلش بس كل هو الاطفال انا احسن. طيب يلا. لقيت هاي قربت لكم الصورة. هو بحمر بتهيألي معكرونة. وهي الحطب هو بوفر لنا اياه الحطب من دون ما نروح بمجهود نجيب الحطب. كنا زمان نجيبه من عند غرب حمد ونعاني بين نلاقي وبين ما نلاقيش. هذا النص يا احمد، الاطراف مش مشكله. هاي البيتزا، صينية البيتزا ما شاء الله. الشيف امين. شيف امين. الشيف امين عابد. لساعة قديش انتم بتخلصوا يعني؟ لو جاكم حدا لو جاكم حدا يعني متأخر، بتخبزوا له او بتعملوا له؟ للمغرب يعني قصدي يعني حتى وقت ما بده اي حدا يزنق في عجين او اشي بكون مفتوح الفرن. صح يا امين؟ اسمه امين اللي بخبز. امين عابد. امين عابد. سكان موقع شو اسمه؟ لا بدها تعمل من فوق. وهي نتيجة الشغل تبعهم ما شاء الله. هذه صينية بيتزا، حبيت أصور لكم بعد ما طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله شغلهم يعني نظيف كتير، وشايفين يعني ما شاء الله. أيوة عندهم سرعة في الشغل عن جد يعني. الناس اليوم بالبخت وأنا بصور كله معجنات، يعني احتفال بالهدنة. أيوة كله احتفال بالهدنة. هذا أنا دور الفات خبز، دور هذا معجنات ما شاء الله. فرحانين بالهدنة طبعا. هاي صاحب الفرن يعني. هاي جبنا لكم مقابلة مع صاحب الفرن. هو الفرن لمحمد الأغا، لدار الأغا. احكي، هاي جبنا، احكي كيف. أنا اسمي كمال عادل عطية الأغا. اليوم احنا فاتحين فرن للنازحين اللي يجوا من غزة عندنا هنا. يعني الخيم والدنيا ما فيش موفرات، يعني فران
في المناطق هذه بعيدة. بعيده يعني الافران، والافران يعني اليوم مكاليف يعني عندك غاليه. الحطب الكيلو بحقه 8 شيكل ب 10 شيكل. صح مزبوط. يعني وليش بيجيبش يعني المكاليف يعني الاربعه يعني ثلاثه عندنا 3 بشيكل. فأوفر للناس، أوفر للناس يعني انت شايف يعني الوضع الحالي يعني الحطب غالي، وعشان وغير العدو هم. يعني ما فيش برضك حطب يعني المناطق مسكره إن نجيب وغير حطب من معاناة الأراضي. النسوان قدام الفرن برضو يعني بنطفي، ما احنا يعني تطفي النار وبتجي يعني ما فيش حطب يعني على الاخر، والناس يعني شايفه وضعها يعني سيء على الاخر. كيف أسعاركم؟ والله الاسعار يعني الخمسه ب2 شيكل يعني دوبها راس مالها. يعني عندك الحطب هي اليوم الكيلو لأنه شيكل. غالي ليش بعدم غالي؟ وجود يعني الوقود. عشان النزوح لجا من غزه وفيش وقود ولا غاز فيش طهي. غاز ولا في ولا حاجه يعني، الامور يعني الصعبه على الاخر، والناس يعني امورها يعني احنا الله اليوم يعينهم. بنعاني سنتين في الحرب، سنتين يعني بنعاني في الحروب والدنيا يعني حطب خلص، غاز ما فيش ولا في اي حاجه، والناس الله يكون بعونها. يعني اليوم عندنا هنا نزحين مدينه حمد خان يونس، يعني لفات الخيام يعني موجوده في المناطق. يعني عملتوه منه أول إشي لخدمة الناس والله إحنا وبأسعار خدمة الناس. معقولة اسعار يعني بالمعقوله يعني شيء رمزي يعني ما فيش يعني شيء بطيء يعني ما فيش مربح فيه يعني خيم ودنيا على البال. والله يعني خدمه عملنا لها لأنه غالي الحطب يعني الحطب اليوم غالي الكيلو ب9 شيكل. يعني هذه قبل الحروب احكي ضل يعني قبل الحروب. اليوم انت بتحكي انت عن حرب اليوم 4 سنين احنا بنحكي على الحرب. زي ما انت شايفه هي يعني الحلويات الناس يعني تنفست مبسوطة شوية. الناس. يعني الناس مبسوطة الحمد لله رب العالمين يعني بعد سنتين من وأنا الحرب. أشهد لأنه أنا جارتكم وخبزت عينكم فعلا. أنا بصراحة يعني والله العظيم عن جد يعني شغلكم كتير كويس الحمد في لله ممتاز الخبز. يعني، وكل الزباين بتشكر فينا يعني الحمد رب لله الحمد العالمين. لله. يعني الناس يعني تنفست شوي عن حالها يعني في الاول يعني ما كانش فيه يعني شيء متوفر، والحمد لله كل شيء متوفر. يعني احنا بنحكي عن حرب سنتين يعني هدول سنتين انت عارف السنتين يعني خيام ودنيا. نتيجة هاي طلع برضو بعد البيتزا الفطير. هاي جاكو فاضل. هاي شايفين ما شاء الله فيش حرق فيه وهاي شكله عن جد يفتح النفس. صحة وعافية على اللي بده ياكله طبعا. واحنا يعني بنقول هاي فاضل يعني اجا. ان شاء الله بنروح سالمين كلنا عذورنا ان شاء الله. ان شاء الله وبتوفر كل شيء. وفر الوقود ووفر الغاز ووفر لنا يعني كل حاجه يعني ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والرزق. التوفيق لكلنا يعني نروح ان شاء الله سالمين عذورنا. واحنا كاصحاب مخيمات مبسوطين. والله المخيمات يعني كلها مبسوطه الحمد لله. لما افتتحتوه بصراحه انبسطنا قريب علينا يعني كمان. فتحنا يعني ما فيش برضك ان احنا كنا لما نروح نخبز نبعد مسافات معاناه كثير. معاناه بعيده، وانت عارف يعني الوضع السيء عندنا في بلادنا هنا. صح المخيمات يعني مزبوط. يجوا من غزه يعني مثلا ناس كثيره اجت خيام كثيره يعني مناطق انت عارف خان يونس، مناطق حمد، مناطق يعني الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله الدنيا يعني الحمد لله تبقى احسن من هيك الايام القادمه يعني ان شاء الله باذن الله. يعني وانا بتمنى لكم. يعني الناس مبسوطه في الحلويات انا شايفه اليوم بالصراحه انا اجيت كان خبز وانا الكيكه الوحيده العصر هذا هلقيت ما شاء الله جيت بختي كله معجنه. يعني صارت الدوره حاجات حلويات بدها لا نرخص الاسعار كل نزل. شيء الحمد لله يعني سنتين يعني من الطحين رخص والسكر رخص وزيت الذره رخص الحمد لله. يعني اخواننا المصريين واخواننا الدول نشكر اخواننا في جميع الدول العربيه والاسلاميه نوجه لهم تحيه. ولنا كل التحيه لكل الدول وكلها وقفت معنا. بارك الله فيك. كل الاحترام والتحيه لها. معدلات النسوان معدلات. شايفين كيف بحمروها من تحت على فوهة الفرن. من فوق من جوا. بعدين بحطوها من تحت. يعني حتى بتستغلوا سبحان الله اللي بده الشاي اللي بده يعمل طبيخ عليه بنخليه يعمل البلاء. بس في 3 صواني. ان شاء الله. هذه الصينية الثانية يا جماعة للفطاير. هات يا بيت